يا أهلا بيكم يا أغلى عيلة في الدنيا. نورتوا قناة قصص واعترافات. قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة، عايزة كل واحد فيكم يجهز كوباية الشاي التقيلة بتاعته أو القهوة اللي بتظبط الدماغ، وتدخل أوضتك تقفل بابك عليك وتحط سماعاتك في ودانك، عشان الحكاية النهاردة محتاجة تركيز وخصوصية تامة. وزي ما عودتكم يا حبايب قلبي، القصة اللي بنحكيها هي دراما اجتماعية واقعية من قلب البيوت المصرية، بنحكيها عشان ناخد منها العظة والعبرة. وقبل ما ادخل في التفاصيل اللي هتشيب الشيب، انزل دلوقتي اخبط اللايك المتين لشوشو حبيبتك. ولو انت لسه جديد وما انضمتش لعيلتنا الكبيرة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا اليومية. ويلا بينا نسمي الله ونشوف بطلة حكايتنا النهاردة حصل معاها ايه. يلا بينا. صاحب القصة بيقول: والدي طلب مني أروح لواحدة قريبته من بعيد، كانت بتجدد في شقتها ومحتاجة شوية تصليحات. أنا ما كنتش شفتها قبل كده، لكن وصفت لي العنوان واتفقنا أروح الصبح الساعة 9. وصلت البيت، كان هادي جدا، وهي استقبلتني بكل ذوق. كانت سيدة في الأربعينيات، أرملة وعايشة لوحدها لأن ولادها مسافرين، وبتحاول تظبط الشقة عشان بنتها جالها عريس. بدأنا نتكلم وهي بتعمل لي نسكافيه. كانت مريحة جدا في الكلام، وقالت لي إنها شافتني وأنا صغير. بدأت أشتغل في شوية دهانات وتصليح سباكة. الحقيقة كانت مهتمة جدا بكل تفصيلة، وواقفة معايا طول الوقت بتتابع الشغل. في لحظة كنت واقف فيها على الكرسي بصلح إضاءة في السقف، وحسيت الكرسي تهز بيا. هي جريت بسرعة وسندت الكرسي عشان ما أقعش. في اللحظة دي كانت قريبة مني جدا، وحسيت بتوتر غريب ما كنتش فاهمه. بصيت في عينيها، لقيت فيها نظرة تقدير وامتنان، وأنا ارتكبت جدا ودكات قلبي بدأت تزيد. ما كنتش عارف أركز في الشغل ولا في الموقف المحرج ده. هي لحظة توتري، فابتسمت وقالت لي بصوت هادي: ركز يا أيمن لا تقع. أنا ضحكت وقلت لها: أنا مركز أهو، رغم أني كنت في قمة لخبطتي. نزلنا من على الكرسي وكنا قريبين من بعض لدرجة خلتنا نسكت فجأة. دخلنا الحمام عشان أغير دش كان بايظ، وفجأة المية ضربت في وشنا إحنا الاتنين. الموقف كان مضحك جدا، وبدأنا نضحك بصوت عالي وهي بتمسح المية عن وشها. في اللحظة دي حسيت إن الحواجز بدأت تتكسر بينا، وبدأ الكلام يبقى فيه مودة أكتر. وهي بتناولني حاجة من على الحوض، كانت هتتزحلق بسبب المية، فلحقتها وسندتها بسرعة. الموقف كان فيه توتر عالي جدا، وفضلنا باصين لبعض ثواني كأن الزمن وقف. هي وشها أحمر جدا وقالت لي بصوت واطي: شكرا يا أيمن، لولاك كنت اتخبطت جامد. دخلت المطبخ تظبط حاجة، وأنا رحت وراها عشان أشوف حنفية الحوض اللي كانت بتشتكي منها. وقفت بالظبط عشان أصلحها، وكانت المسافة بينا صغيرة جدا. كنت حاسس بأنفاسها وتوترها، وهي لفت وشها وبصت لي بابتسامة غامضة وقالت لي: تفتكر هتعرف تصلحها؟ قربت منها وقلت لها بثقة: إن شاء الله هصلح كل حاجة محتاجة تصليح. في اللحظة دي النظرات كانت أقوى من أي كلام. وقفت مكاني. الحنفية كانت مجرد حجة. التصليح اللي كانت محتاجاه الشقة؟ ما كانش بس في المواسير والحيطان. في اللحظة دي المسافة بينا اختفت تماماً. هي كانت باصة للأرض وبتحاول تتنفس بهدوء، وأنا كنت سامع صوت دقات قلبي لدرجة خفت إنها تسمعها هي كمان. مديت إيدي وبدأت أصلح الحنفية، وهي لسه واقفة بيني وبين الحوض. كل ما إيدي تتحرك كانت المسافة بتصغر أكتر، وفجأة هي التفتت ليا مرة واحدة. وشها كان قريب جدا من وشي، وقالت بصوت همس يدوب مسموع: أيمن، أنت بتعمل فيا إيه؟ أنا سكت، ما كنتش عارف أرد أقول إيه. النظرة اللي في عينيها كانت مزيج بين الخوف والوحدة وحاجة تانية ما كنتش قادر أفهمها. قلت لها بصوت مهزوز: أنا بحاول أساعدك والله يا طنط. قطعت كلامي بسرعة وهي بتحط إبها على شفايفي، وقالت: بلاش الكلمة دي، أنا هنا مش طنط، أنا هنا إنسانة بقالها سنين طويلة ما حسيتش إن حد مهتم بيها كده.
في اللحظة دي تليفونها رن فجأة. الصوت قطع السكون اللي كان بينا وخلانا ننفض من بعض زي اللي ممسوكين في جريمة. كانت بنتها اللي في الكلية بتطمن عليها. هي ردت بصوت بيترعش وبتحاول تبان طبيعية، وأنا استغليت الفرصة وخرجت للصالة أحاول أستعيد توازني. بدأت ألم عدة الشغل وأنا بكلم نفسي: أنت بتعمل إيه يا أيمن؟ دي قريبتك وده بيت أمانة. لكن في نفس الوقت كان في مغناطيس بيشدني ليها. خرجت من المطبخ بعد ما قفلت المكالمة. كان وشها باهت وعينيها فيها دموع محبوسة. قربت منها وسألتها بقلق: في حاجة؟ بنتك جرالها حاجة؟ قالت لي وهي بتقعد على الكنبة بتعب: لأ، بس بنتي بتقولي إن العريس وأهله جايين بكرة، وأنا فجأة حسيت إني خايفة الشقة ما تبقاش كويسة، وخايفة أرجع لوحدي تاني بعد ما تتجوز. قعدت قدامها على طرف الكرسي وقلت لها بثقة: ما تخافيش، أنا معاكي، مش هسيب الشقة غير وهي أحسن من شقق العرايس، ومش هسيبك محتاجة حاجة. بصت لي بامتنان ومدت إيدها لمست إيدي بخفة وقالت: أنت ليه بتعمل كل ده؟ لسه هرد سمعنا صوت خبط قوي ومفاجئ على باب الشقة، خبط مريب في وقت ما كانتش هي مستنية فيه حد. وشها اصفر وبصت للباب برعب وقالت لي: مين اللي ممكن يجي دلوقتي؟ محدش يعرف إن هنا لوحدي. قمت وقفت قدامها عشان أحميها، واتحركت ناحية الباب ببطء وأنا ماسك مفتاح الربط في إيدي، وبصيت من العين السحرية وشفت حاجة خلت جسمي كله يتنفض. رجعت خطوة لورا وأنا حاسس إن الدم اتجمد في عروقي. بصت لها ووشي مخطوف، ما كنتش قادر أنطق. هي شافت تعبيرات وشي وقربت مني وهي بتترعش وهمست: في إيه يا أيمن؟ مين اللي بره؟ قلت لها بصوت مخنوق: ده علي، ابنك. هي شهقت وحطت إيدها على بقها وعينيها بدأت تترجف من الرعب. قالت لي: علي ده المفروض في الجيش ومش هينزل غير كمان أسبوع. لو شافك هنا في الوضع ده وفي الوقت ده هيقتلك ويقتلني. علي ابنها معروف بشخصيته الصعبة، ومن وقت وفاة والده وهو بيعتبر نفسه هو المسؤول عن البيت وعن أمه. الخبط زاد وبدأنا نسمع صوته من بره وهو بينادي: يا أمي، افتحي يا ست الكل، أنا جيت مفاجأة. بصينا لبعض بذهول، ما كانش فيه وقت للتفكير. هي شاورت لي بسرعة على البلكونة، لكن البلكونة كانت مكشوفة للجيران. ما كانش قدامي غير مخزن صغير، خزانة جنب المطبخ. دخلت فيه وحبست أنفاسي والظلام لفني تماماً، وما بقتش سامع غير صوت دقات قلبي اللي كانت زي الطبل. فتحت هي الباب وهي بتحاول تظبط طرحتها وترسم ابتسامة على وشها. سمعت صوت علي وهو بيحضنها: وحشتيني يا أمي، قلت أنزل أفاجئك قبل ما العريس يجي بكرة. لكن فجأة صوته اتغير، نبرته بقت حادة. بس إيه الريحة دي؟ ريحة سجاير وريحة برفيوم رجالي، والشقة متكركبة كده ليه؟ هي ردت بصوت مهزوز: أصل أيمن ابن عمك كان هنا بيصلح شوية حاجات في السباكة والكهرباء عشان العريس ومشي من شوية. علي سكت لحظة وبعدين سمعت خطواته وهي بتقرب من المطبخ، بتقرب من المكان اللي أنا مستخبي فيه. قال لها بشك: ومشي وساب شنطة عدته مفتوحة كده ليه؟ وجاكيته لسه على الكرسي ليه يا أمي؟ روحي كانت بتتسحب مني وأنا شايف من فتحة الخزانة بستار علي العسكري وهو واقف قدامي بالظبط. علي مد إيده وفتح باب الخزانة فجأة. غمضت عيني واستسلمت للمصير، لكن القدر كان ليه رأي تاني. علي كان بيدور على حاجة تانية وما شافنيش لأني كنت مستخبي ورا كراتين قديمة. قفل الباب ورجع لورا وهو بيقول: ما علينا، أنا هقوم أغسل وشي وارتاح شوية، وأيمن ده لما يجي ياخد حاجته بيقوليلي عشان أشوف الشغل اللي عمله بنفسي. استنيت لما دخل غرفته وقفل الباب، وخرجت من الخزانة وأنا بتسحب زي الحرامية. هي كانت واقفة عند باب الشقة ودموعها نازلة، شافتني وشاورت لي أمشي فوراً من غير ولا كلمة. خرجت من البيت وأنا حاسس إني اتولدت من جديد، لكن وأنا بنزل السلم بصيت لفوق
وشفت علي واقف في شباك المنور بيبص عليا بنظرة عمري ما هنساها، نظرة بتقول إنه عارف كل حاجة وإنه سابني أمشي بس عشان خاطر أمه. من يومها ما رحتش هناك تاني ولا كلمتها، لكن كل ما بشوف رقمها على الموبايل بفتكر اليوم اللي كنت فيه بين الحياة والموت، واليوم اللي عرفت فيه إن في أسرار الأفضل إنها تفضل مدفونة ورا الأبواب المقفولة. لحد هنا وخلصت قصة أيمن، لكن الحكايات اللي زي دي ما بتخلصش. القصة دي بتعلمنا إن الستر نعمة كبيرة، وإن الشيطان شاطر في لحظات الضعف، لكن دايماً العواقب بتبقى أصعب مما نتخيل. دلوقتي أنا عايزة أسمع رأيكم أنتوا في التعليقات. تفتكروا علي ابنها شاف أيمن فعلاً وسكت عشان ما يفتحش باب فضيحة لأمه؟ ولا فعلاً ما خدش باله والستر كامل للآخر؟ وإيه لو كنت مكان أيمن، كنت هتعمل إيه في الموقف ده؟ لو عندك قصة حقيقية حصلت معاك أو مع حد تعرفه، أو حابب تشاركنا اعتراف أو سر مخبيه، ابعت لنا قصتك فوراً على صفحة الفيسبوك، الرابط في الوصف. إحنا هنا بنسمعكم وبنحكي قصصكم بكل أمانة مع الحفاظ التام على سرية الأسماك. لو عجبتكم القصة وبتعجبكم الطريقة اللي بنحكي بيها، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة بننزلها. استنونا في قصة جديدة وأسرار تانية لسه ما حكيناش عنها. سلام.